السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة وبسيطة في يومين الحر دول. الجو بقى حر، يلا بقى بينا نقف في المطبخ بس مجرد 10 دقايق هنعمل احلى اكل. كان عندي كده كفتة كنت جايباها من عند الجزار، كفتة مشوية، بس قلت مش هشويها النهاردة على الفحم واعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة وما تاخدش مني وقت، وكمان يعني ما نعبقش بقى ريحة الشقة بالفحم وكده. فجبت كده طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل، وجبت الصينية بتاعتي وبدأت ان انا اقطع الخضار بتاعي. هنعمل الاكلة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة، ونعمل جنبها كده شوية تحابيش حلوة. مش هتاخد معاكي 10 دقايق ومش هتقفي في المطبخ 10 دقايق. فعلا الجو حر اليومين دول وعايزين نعمل اكلات تنجز معانا، وكمان اكلات سهله وبسيطه تنفع في الجو الحر، وكمان تفتح النفس على الاكل. بدات ان انا اقطع الخضار بتاعي كله كده زي ما انتم شايفين. قطعت الطماطم وقطعت الفلفل، وهبدأ كمان ان انا اقطع البصل واخلص كل الخضار بتاعي. بعد لما نقطع البصل ونخلص الخضار بتاعنا هنبدأ ان احنا نتبل الخضار. بدأت ان انا كده اقطع البصل والحاجة كلها، وهجيب بقى شوية ملح وشوية فلفل وشوية 7 بهارات كده، ونتبل الخضار بتاعنا عشان الخضار ده لما بينزل عليه تسوية الكفتة بيبقى طعمه حلو قوي. ممكن تاكليه بالعيش، ممكن تاكليه جنب مكرونة، بيكون طعم الصوص او الخضار ده لما بيستوي بيكون حلو قوي. تبلته بملح وفلفل وشوية من البابريكا وشويه كمان من ال7 بهارات، وهبدا ان انا ادعك الكلام ده كله مع بعضه كده واقلبه تقليبه حلوه. وبعد كده هنبدا ان احنا نصبع الكفته بتاعتنا. عندك سياخ كفته صبعي، ما عندكيش مش هنوقف ومش هنقول لا، احنا ستات وبتوع مطبخ وشاطرين. فيلا بينا بقى. هبدا ان انا اجيب كده قلم وهبدا ان انا اصبع عليه الكفته. الكفته دي بجيبها من عند الجزار متبله وفيها كل حاجه، فكل حاجه فيها جاهزه، يعني انت بتجيبيها بتشويها على طول، بيكون هو متبلها وعامل فيها كل حاجه. بس النهارده انا قلت مش هشويها، انا هعملها في الفرن بالخضار زي ما انتوا شايفين كده، وانجز يعني في الوقت عشان ما كنتش عايزه اقف في المطبخ كتير. فبدات ان انا جبت بقى اي قلم كده ونضفته كويس وغسلته، وهبدا ان انا اصبع عليه الكفته بتاعتي. ايه سهل، طريقه سهله وبسيطه، وتصبيع الكفته ما بياخدش معانا وقت، وفعلا اكله كانت جميله هتشوفوها في اخر الفيديو. إيه عملنا شويه حاجات جنبها كده كانت سهله وبسيطه، وفعلا كانت اكله مشبعه جدا جدا، وما خدتش وقت معايا في المطبخ خالص. هبدأ ان انا كده اخد على قد الكفتية وعلى قد القلم اللي معايا واصبع عليه كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص، واضغط الكفتية حلو عشان ما تفكش مني. بس هي ما بتفكش ولا حاجة، حتى لما بعملها على السيخ وبشويها بتبقى كويسة وما بتفكش معايا خالص. بدأت ان انا اصبع الكفتة بقى بتاعتي كده، وهبدأ ان انا املى الصينية. هنخلص بقى تصبيع الكفتة كلها ونرجع نقول لكم هعمل ايه. صبعنا الكفتة بقى، جبت بقى طبق وحطيت فيه معلقة من الصلصة، وهبدأ ان انا اتبل برضو الصلصة دي، بحيث هنعمل صوص كده هنحطه هيخلي برضو معانا الكفتة لونها احمر كده وحلو وطعمها جميل جدا. نزلت في حدود معلقة صلصة. هنجيب كده معلقه من معجون الطماطم او من صلصه الطماطم، ونزلت عليها بمعلقه من الزيت، ونزلت عليها بشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا، برضو البابريكا بتدي لون حلو جدا. وهبدا ان انا انزل كده بشويه ميه ونقلب الصوص بتاعنا ده. ده الصوص اللي هندهن بيه الكفته كده من فوق، بتدي الكفته لون احمر، هنشوفها لما تستوي هتكون عامله ازاي، وطعمها بيكون حلو جدا. اتمنى لو انت معايا لحد هنا والفيديو عجبك ما تنسيش تدعمي اختك باللايك والاشتراك في القناه، عشان وجودكم هيساعدني جدا، ونفسي اعمل فيديو يتشاف ونفس القناه بتاعتي تتشاف فيكم باذن الله. هنبدا ان احنا ندهن بقى الصوص ده على الكفته كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى هنركنها لحد ما نشوف هنعمل ايه. هندخلها طبعا الفرن وهتستوي في الفرن وهتبقى جميله جدا. لما دهنت بقى الكفته كلها بدات ان انا زودت تاني شويه ميه على الصوص اللي احنا عملناه، عشان هو الصوص ده اللي هيسوي لي الكفته، بس مش كتير طبعا عشان هي هتستوي. كده الكفته بتاعتي معايا بقت جاهزه. شايفين الصينيه قبل ما تخش الفرن شكلها يفتح النفس وما بتاخدش اي وقت يا بنات. جبت كده بقى بطاطس وقطعناها وقشرناها، وكمان عملناها بالخل والملح عشان هنحمرها. عملنا سلطة طحينة وعملنا طبق سلطة خضرا سهل وبسيط. وكان عندي عيش طبعا قطعته كده زي ما انتوا شايفين، كلنا دايما بنقول ان العين بتاكل قبل البق. وحمرنا البطاطس، شايفين شكلها عامل ازاي عشان كنت نقعاها بملح وخل، كان شكلها حلو جدا. وهنطلع الكفتة دلوقتي من الفرن. الكفتة ما تاخدش بالظبط في الفرن في حدود ربع ساعة. لما تسلقي المكرونه وتكوني عامله الصلصه بتاعتها وتجهزي السلطات بتاعتك هتكون الاكله بتاعتك خلصت. جميله جدا وتفتح النفس، وبألف هنا لكل اللي هياكل. جربي الطريقه دي لو انت فعلا ما بتحبيش تقفي في المطبخ كتير في الحر، الوصفه دي هتعجبك جدا. شايفين جميلة وريحتها كانت حلوة جدا جدا جدا. وبعدين طبعا الصوص اللي هو فيها ده هتاكليه كده بالعيش، هتحطيه على المكرونة وتغمسيه. جميلة جدا يا بنات، والله جربوا الطريقة دي. لو انت بتجيبي الكفتة المشوية زي من عند الجزار جاهزة وبتشويها في البيت، جربي الطريقة دي وبألف هنا. تحفة
اتمنى تعملوا لايك واشتراك في القناه. مع السلامه.